من أجمد الأكلات الشتوية وأهمها شوربة العدس. مصدر غني جدا جدا بالمغنيسيوم وحمض الفوليك المهمين جدا لصحة القلب والشرايين. النهاردة هنعمله بتكات بسيطة بس هتخلي الطعم في حتة تانية خالص. تعالوا معانا نشوف هنعمله ازاي، بس الأول انزلوا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد. معانا مج عدس مغسول ومتصفي كويس، جزراية كبيرة ومتقطعة، بصلاية وسط مبشورة أو مفرومة، فصين توم مفرومين، 2 طماطم، وثمرة بطاطس وسط. وهنا معانا توابل مهمة جدا نكون بنضيفها، وهنا نص معلقة كركم، معلقة من الكمون ممسوحة، وملح وفلفل. عايزة أقول ملحوظة إنه التركات بتاعة البهارات دي لازم بنفس المقادير دي تكون مضافة، لأنه هتفرق كتير في الطعم. عندنا هنا كل مج عدس بياخد 5 كوبايات مية و6 كوبايات مية إذا كان فيه بطاطس. دي قاعدة أساسية عشان تبقى عارفة. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. في حلة على النار هننزل بمعلقتين زيت، وانا هنا مش هكتر زيت لان في بعد كده هعمله بشعرية فهحط لها كمان مادة دهنية، فانا مش عايزة ازود المادة الدهنية. هننزل على معلقتين الزيت ببصل المفروم، ونحط كمان الثوم المفروم، وهنديهم زي تقليبة او تشويحة كده بسيطة. انا مش هحمره لكن هخرج منه المية ويبدأ قبل ما ياخد لون هنزل بباقي الخضار. زي ما احنا شايفين هننزل اول حاجة بالجزر ونديله تشويحة، هو البطاطس. التركات دي على فكرة بتفرق جدا جدا، يعني بلاش نعدي الحاجة دي لانه في ناس بتحط البصل والثوم كده، لكن التشويحة دي بتفرق جدا جدا في الطعم، توصله لحتة تانية خالص. تشويحة بسيطة مش هنكمل، يا دوب دقيقة. وهننزل بالعدس والطماطم ونديله تقليبة برضو مش كتير. هنقلب شوية وبعدين ننزل بالمية والبهارات. البهارات عندنا لازم نمشي بالمقادير بالظبط لانه بتفرق فعلا في الطعم وبتوديه في حتة تانية. انا مش عايزة اقول لكم على الريحة عاملة ازاي، قلبت ريحة المطبخ، ريحة جميلة جدا جدا. الكركم بيخلص الجسم من الالتهابات اللي في الجسم وليه فوائد كتيرة جدا. هنا بننزل بالمية، وانا قلت كل كوباية عدس بتاخد 6 كوبايات مية. اذا كان في بطاطس، مفيش بطاطس يبقى بننزل ب5 كوبايات مية. دلوقتي هحط 4 و2 بعد ما يغلي بالمنظر ده، وبعدين هضربه بالهاند بلندر او في الخلاط زي ما تحبوا او المتاح عندكم، بيبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده، وده انسب قوام، لا تقيل خالص ولا خفيف خالص. في طاسة على النار هنزل بمعلقة سمنة بلدي حلوة وشوية شعرية حلوين، تقريبا نص كوباية. هشوحها كده كويس وتوصل للون الذهبي الحلو الجميل ده، وبعدين هنزل بكبشتين عدس. الريحة جامدة جدا جدا. انا من الناس اللي بعشق العدس انا شخصيا، وتربيت عليه انه بالشعرية. اول ما هننزل بالشعرية ونلاقيه بيبقبق كده نغرف على طول وناكل. ألذ واجمد عدس اعملوه بالتركات دي، نصيحة هتلاقوه في حتة تانية خالص حقيقي. اذا عجبكم الفيديو انزلوا واعملوا لايك واشتراك في القناة وشيروا، واي تعليقات اي اقتراحات انزلوا اكتبوها في الكومنتات، واحنا بنقرا كل ده ودي حاجة بتسعدنا جدا.